مليونير غني شخصيته قاسية متمردة قلبه ما يعرفش الرحمة. بيقع في عشق بنوتة كيوت لكنها بتخاف منه بسبب قسوته، لكنه بيخليها ملكه في النهاية. والحكاية شكلها على كبير، فيلا يا حبايب قلب ساسو نشوف ايه اللي هيحصل في مسلسلنا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوناش بلايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي. وبيبتدي مسلسلنا مع بطلتنا لين، بنت كيوتة وشقية، بس هي في الأساس عفريتة وما يبانش عليها خالص. وفجأة جوز أمها بيموت وبيسيب لها أخوها الصغير، وأمها الست الطيبة الغلبانة اللي ما تعرفش حاجة في أي حاجة. ووقت العزا بتفتكر لما جوز أمها كان مريض في المستشفى، وقبل ما يموت بكام يوم حذرها من عيلته واللي هي عيلة شيا، وخصوصا يعني من ابن عمه كاي. وبيعرفها إن كاي ده ما عندوش رحمة وهيحاول بكل الطرق ياخد ورثهم وتحويشة عمره، بحجة يعني إنه الوريث الكبير والوحيد للعيلة. وأفضل حل إنها تاخد أخوها وأمها وتروح لكبير عيلة شيا واللي هو عمها جين، لأن جين لما يعرف إن تايسو هو الابن الشرعي للعيلة هيحميهم وهيحمي ورثهم من كاي الطماع، واللي بيكون هو بطلنا واللي بيوصل في اللحظة دي للعزا. وبيبان على شكله إنه شاب قاسي ومتمرد ما عندوش رحمة، أهم حاجة عنده نفسه وبس. والجد جين زمان اتبناه من الملجأ ورباه، يعني هو ابن غير شرعي، وبما انه غير شرعي يبقى الورث ده مش من حقه ومن حق تايسو، لانه كده الابن الوحيد والشرعي للعيلة رسميا. وعشان كاي يقدر ياخد الورث لازم يفضل هو كبير العيلة قدام ابوه جين، وعلشان كده بيروح العزا هو بيديهم مهلة لمدة شهر واحد بس يلموا فيه حاجتهم ويخرجوا برا البلد، وإلا هيشوفوا منه وش عمرهم ما شافوه قبل كده. وبيسيبهم وبيخرج، فبتخرج لين وراه وبتحاول تستعطفه وبتترجاه ياخد أخوها وأمها يعيشوا معاهم وسط العيلة، لأنهم ملهمش حد غيرهم. فقال لها موافق، بس بشرط على حسب أدائك بقى، لو طلعتي كويسة ساعتها ممكن أوافق، لكن لو فشلتي هتضطر تنفذي أوامري. فهي بصت له باستغراب ومش فاهمة هو يقصد ايه بالظبط، هو المفروض يعني ايه المطلوب منها. فجأة راح بيسها غصب عنها بقوة، وهي يا عيني من كتر الخضة وقعت على الأرض. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ لا لا، أدائك طلع مش أحسن حاجة، خدي أخوكي وأمك وامشوا من هنا أحسن لكم. فين السواق؟ يلا يا ابني رجعني الفيلا بسرعة. وبعد ما هو اتحرك بالعربية ووقفت قطتنا العفريتة الشقية تفكر في حل توصل بيه لعمها جين عشان ينقذها هي وعيلتها من بين ايدين الشرير المتعجرف كاي. وراحت بسرعة موقفة تاكسي وقالت للسواق يطلع وراه بسرعة وما يسيبهوش. فالسواق بيسألها وانتي عاوزة منه ايه؟ سوق انت بس وما تشغلش بالك، اصل ده يبقى ابويا وانا عاوزة الحقه علشان اقوله حاجة مهمة. ابوكي ايه يا بنتي؟ ده شكله صغير لسه في العشرينات من عمره. لا لا، أصل هو بس بيلعب رياضة ومهتم بصحته شويتين. وبعد ما البطلة نزلت من التاكسي في نص الشارع كان بطلنا واقف بيجيب حاجة، فاستغلت هي الفرصة ونطت جوه العربية بتاعته علشان تقدر تدخل الفيلا بسهولة. وفعلا قدرت تعمل كده. هو بعد ما وصلوا للمكان استنته بعد ما نزل، ونزلت هي تتسحب علشان تدخل لعمها الكبير. وفجأة لقت كاي واقف في وشها. صباح الفل، رايحة فين يا قطة؟ جاية تتشمسي عندنا؟ طلعتِ ذكية وأنا اللي كنت فاكرِك قطة مغمضة. امسكها يا ابني ما تخليهاش تهرب. فهي حاولت تهرب منهم. بُص هناك كده، شايف العصفورة؟ ولسه هتجري راح جايبها من قفاها بكل قوته. تعالي يا سمكة، رايحة فين؟ ده أنا مش هارحمِك. ما فيش أي حد اتجرأ وقدر يستغفلني أو يضحك عليَّ ويدخل مكاني من غير إذني، إلا أنتِ يا أم 5 سنتي. ساعتها خرج من جوه عمها جين أبو كاي وشافه وهو حاضنها، فراح مقرب عليهم عشان يفهم دي تبقى مين وايه اللي بيحصل معاهم. فابننا بيستغل الفرصة وبيهددها، ابويا جاي علينا اهو، عارفة لو فتحتي بقك بحرف واحد هسلخك زي الارنب. فطفلتنا هزت راسها زي الشطورة انها موافقة، بس طبعا هي في نفس الوقت كانت بتفكر في خطة شريرة ازاي تعرف عمها الحقيقة. المهم الأب قرب عليهم وسأل ابنه بالتبني مين البنت دي. دي تبقى حبيبتي، هي أي نعم يبان عليها إنها صغيرة وكشف نفسها زي الكتكوت، بس هي أمورة وكيوت، بحبها قوي يا بابا. بس غريبة، مش شبه البنات اللي انت تعرفها، مش ذوقك ولا ستايلك. هي أي نعم مختلفة عنهم بس باين عليها طيبة وبنت ناس. أسيبكم بقى مع بعض ترتاحوا شوية. ولسه الزعيم القاسي بيلف وشه راحت بنتنا طلعت تجري ورا عمها وقالت له الحقيقة كلها، وهي إن جوز أمها يبقى أخوه شياو.
وبتعرفه انه مات النهاردة وساب لها امها واخوها الصغير متعلقين في رقبتها ومسؤولين منها. يعني يا عمي اخويا تايسو يبقى هو حفيدك الشرعي، مش ابنك بالتبني القاسي الظالم المتوحش ده. على فكرة هو اجبرني اكذب عليك واقولك اني حبيبته. طبعا الاب من الصدمة كان هيغمى عليه، لكن تمالك نفسه ومسك اعصابه بالعافية وطلب من الحراس ياخدوها ويدخلوها ترتاح شوية. فدخلت لين وهي طايرة من الفرحة علشان قدرت توصل اللي هي عاوزاه وكشفت الحقيقة لعمها. أما كاي فكان واقف مش طايق نفسه، أول مرة حد بيستغفلني ومن مين؟ من الصغنونة دي. طيب لما نشوف آخرتها معاكي ايه. وفي نص الليل بتكون أميرتنا رايحة في سابع نومة وفجأة لقت المتوحش دخل عليها، وأول ما فتحت عيونها اتخضت ولسه بتسأله انت عاوز مني ايه، راح هو مرة واحدة بيسها بالعافية. فجأة صحت من النوم وطلع ان كل ده كانت بتحلم بيه مش اكتر. ده الموضوع في دماغك بقى. تاني يوم الصبح وصلت امها واخوها لبيت العيلة، وهي من فرحتها بيهم طلعت تجري واستقبلتهم بحب. وطبعا الام كانت مبسوطة جدا ومش مصدقة نفسها انها اخيرا انتقلت وهتعيش في بيت عيلة جوزها هي وابنها بعد معاناة وتعب السنين دي كلها. ربنا يعوض عليكي يعوض الصابرين يا حبيبتي. هو بتدخل الأوضة تتكلم مع بنتها وبيدردشوا مع بعض شوية. وحشتيني من امبارح قوي يا لين، ما كنتش متوقعة انك هتقدري توصلي لعمك الكبير وتنفذي اللي في دماغك وتحققي امنيتي وامنية عمك شايو الأخيرة الله يرحمه. اه صح، بالمناسبة انتي عيد ميلادك بكرة، تحبي اجيبلك هدية ايه؟ ما تشغليش بالك بأي حاجة يا ماما، انا اهم حاجة عندي سعادتك انتي واخويا، وبعدين عمو لسه ميت ولسه منقولين للبيت هنا جديد، فمش هينفع نزعجهم ونعمل عيد ميلاد احتراما ليهم وللعم. وبعد ما فات اسبوع على عيد ميلادها بنشوفها وهي بتتمشى حوالين الفيلا وغصب عنها بتفكر في الزعيم القاسي، وبتسأل نفسها هو يا ترى راح فين بقاله اسبوع مختفي، ما شفتوش ولا مرة ولا حتى صدفة. غريبة، معقول بيهتم بشغله للدرجة دي؟ وفجأة لقيته طالع من تحت المية، لأن بسلامته كان بيمارس رياضة العوم بتاعته زي كل يوم، بس هي ما كانتش عارفة. فاتخضت واتوترت لما شافته وشافت عضلاته اللي تسحر أي بنت. ولما اتوترت رجليها اتكعبلت وفضلت تصرخ لأنها قطة صغنونة ما بتعرفش تعوم. فبطلنا بقى الشهم القوي الرومانسي طول بعرض ابو عضلات فتاكة جري عليها وشالها في حضنه كأنها بطة وخرجها برا المية. وهي لما لقيته قريب منها قوي اتوترت اكتر ومكانتش قادرة تتنفس ونبضات قلبها عمالة تطلع وتنزل. ايه ده، هو قريب مني كده ليه؟ لا لا اكيد مش هيبوسني تاني. فهو على طول فاهم هي بتفكر في ايه وراح قايل لها خايفة من ايه يا بطتي، ما تقلقيش مش هعمل معاكي نفس اللي عملته المرة اللي فاتت، بس ما وعدتكيش اني هقدر اتحمل وابعد عنك كتير. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت قليل الادب على فكرة، ابعد عني بقى. وقامت جريت وهي بتقوم دبوس شعرها وقع منها. فهو اخده وفضل طول الليل ماسكه بايديه ويبصله ويضحك لدرجة ان صاحبه اخد باله. مالك يا زعيم، شكلها واحدة جديدة بس مش اي واحدة، انت بتحب من ورانا ولا ايه؟ لكن هو مردش عليه وراح مصور الدبوس وبعتهولها على الواتس. في اللحظة دي بالظبط كانت هي أخدت بالها إن الدبوس مش موجود في شعرها، وعرفت إنه وقع منها أكيد في المية. ومرة واحدة لقيت الصورة وصلتها وبيقولها أنا لقيت ده النهاردة، بس أكيد ما يخصكيش مش كده ولا إيه؟ ردت عليه وقالت له إن الدبوس ده دبوسها فعلا، بس هو كانت دماغه شريرة شويتين وكان عايز صورة منها بس ما ينفعش يطلبها بطريقة مباشرة. وراح قايل لها ايه اللي يثبت لي ان ده دبوسك. فبعتت له شوية صور لزاز لزاز متصورة فيهم بطريقة طفولية خليته أول ما شافهم ضحك على براءتها. فصاحبه برضه شاف الصور هي دي، بس غريبة ذوقك المرة دي مختلف، لو اتكلمت عليها كلمة واحدة هسيح دمك، دي تخصني انت فاهم. خلاص يا عم انا اسف، انا هسيبك معاها براحتك لانك مش مركز معانا اصلا وطول السهرة سرحان وهيمن فيها. وبعد ما قاموا كلهم جه الجرسون وقدم له كاس الويسكي وحط له فيه قرص مخدر الحب، وده من غير ما بطلنا ياخد باله. وفي الوقت ده كانت لين قاعدة مستنياه علشان تاخد منه الدبوس. هو أول ما حست بيه قامت تجري تفتح له الباب، وفجأة هو دخل وقع في حضنها ووقعوا هما الاتنين على الأرض. فهي اتضايقت منه وفهمت انه كده بيتحرش بيها زي كل مرة وراحت مزعقاله.
ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اكيد كده مش طبيعي، مش بتفكر غير في الحاجات دي وبس. بس هو يا قلب امه ما كانش قادر يتكلم، هو بكل تعب طلب منها تاخده وتوديه اوضته. ولما اخدته ودخلته الاوضه عرفها انه تعبان وفي حد حطله مخدر في المشروب بتاعه. فهي حبت تنقذه ومسكت التليفون ولسه هتتصل بالمستشفى، راح هو مسكها بقوة وبدأ يبوسها بعنف وبيعتدي عليها. فهي حاولت تقاومه كتير وتبعد عنه، بس هو كان أقوى منها وفي الآخر عضته في رقبته علشان تفوقه. وأول ما بصلها اتفاجئ باللي هو بيعمله معاها واعتذر لها فورا. أنا آسف، أنا مش عارف أنا عملت كده ازاي، وأوعدك إن بعد كده مش هحاول أذيكي تاني، وكمان هعوضك عن كل الأذى اللي شفتيه مني اليومين دول. وسابها وخرج مع مساعده اللي أخده ووداه المستشفى على طول. تاني يوم الصبح بنشوفه هو قاعد بيفطر مع أخته الحية اللي بتكون اسمها ليان، واللي بيبان عليها من شكلها انها بنت سطحية ومغرورة، اهم حاجة عندها الفلوس واللبس والشكليات والمنظرة الكدابة. ساعتها بتنزل بنتنا من فوق وبتعمل نفسها مش شايفاهم، ولسه هتخرج تروح المدرسة، لقيته بكل اهتمام بينادي عليها وبيطلب منها تقعد تفطر معاهم. بس هي ما كانتش طايقاه ولا حتى عاوزة تشوف وشه. لا شكرا، انا مش قادرة اكل، انا مستعجلة ومتأخرة على مدرستي. فهو فهم من اسلوبها الناشف معاه انها زعلانة منه بسبب اللي عمله معاها امبارح، بس برضه ما هنش عليه يسيبها تخرج من غير فطار. بقولك تعالي افطري دلوقتي. فخافت منه واضطرت تقعد تفطر معاهم. وهما بيفطروا بدأت الغندورة تعيش عليها الدور وطلعت تليفونها وفرجت أخوها صورة شنطتها الجديدة، واللي بيكون تمنها 800 ألف يوان. فأخوها كاي رد وقال لها لو احتجتي أي حاجة تانية هو مستعد يشتريها لها. فالين اتخضت لما سمعت الرقم، وقالت في سرها شنطة ب800 ألف؟ ده أنا لو معايا الرقم ده كانت مشاكلي المادية كلها اتحلت، ومشاكلنا معاكي والله يا حبيبتي. وكمان لاحظت ان الزعيم القاسي مش قاسي زي ما هي فاهمة، لانه حنين قوي مع اخته ومستعد يجيب لها لبن العصفور كمان. بس عشان هو ذكي اخد باله ان بنتنا اتخضت من الرقم وراح قايل لها لو انتي كمان محتاجة الشنطة دي انا ممكن اجيبها لك. لكن هي رفضت وقالت له لا شكرا، انا معايا شنطتي مكفياني، بس لو ما عندكش مانع يعني ممكن اخد تمنها نقدي عادي. فالسودة اخته اتريقت عليها وقالت له شفت، جاية من عيلة فقيرة وطمعانة فينا، طبعا اكيد كل همهم الفلوس وبس. فهو مقدرش يتحمل اهانة اخته ليها، وعلشان كده زعق لها وقال لها تقوم تروح مدرستها. وبعد مقاومة الحربوقة سابتهم لوحدهم. فقال لها دلوقتي احنا بقينا لوحدنا، وانا فاكر اللي حصل بينا امبارح كويس قوي، وعارف ان ما حصلش حاجة بينا غير اني بوستك وبس. اي نعم اسلوبي معاكي كان همجي وعنيف، بس برضو انا لازم اعوضك، وانا شايف ان 800 الف هتكون كفاية عن البوسة دي. فهي طبعا اتضايقت من كلامه وسابته ومشيت المدرسة. لكن هو اتضايق اكتر لانه فهم سكوتها انها موافقة، وقال لنفسه ايه ده، يعني هي مستعدة تعمل اي حاجة علشان الفلوس؟ يعني لو حد غيري كانت وافقت كمان. بعدها بتروح بنتنا للمدرسة وهناك بيشوفها ولد اسمه تشيو، وبيعجب بيها جدا وبيحاول يتعرف عليها. وقتها اتصل عليها كوي، انا وعدتك اني هعوضك عن البوسة وقررت ادفعلك 200 ألف، يلا يا ستي، ولو عاوزة تاخديها تعالي دلوقتي، انا واقف مستنيكي قدام البيت. فهي ما صدقت وجريت على هناك على طول. وأول ما وصلت شافت راجل عجوز جاي من بعيد وهيرمي بوهيات على بطلنا. فهي جريت بسرعة وحضنته وجات كل الألوان على هدومها هي. فهو بكل حنية بصلها وما كانش مصدق انها ضحت بنفسها علشانه، بس برضه كان لازم يدي للرجل العجوز ده درس ويعلمه الأدب، وطلب منها تستناه لحد ما يرجع، بس بشرط ما تبصش وراها مهما حصل. وراح للراجل المسكين وفضل يضربه لدرجة انها كانت سامعة صوت ايديه وهي نازلة على وش الراجل، يا حرام. لحظتها حست انه فعلا انسان ما عندوش رحمة زي ما الناس بتوصفه، وخافت منه واترعبت قوي. اما الراجل العجوز فقال له انا بسببك افلست وخسرت كل فلوسي، لدرجة ان بنتي مريضة في المستشفى وانا مش عارف اعالجها وهتموت مني. فكاي ضربه تاني من غير ما يصعب عليه وسابه ومشي. اما هي فاخدت بالها وشافت الفيزا اللي هو كان هيديها لها وقع على الارض، ففرحت جدا ولسه هتاخدها، لقيته واقف قدامها وبكل حب قلعها شنطتها وشالها زي الأميرة الصغيرة بإيد واحدة.
انتي بتعملي ايه؟ ما تنزليش على الارض، مش قلتلك ما تتحركيش من مكانك؟ تعالي يا بطة. واخدها ومشي. وبعد ما دخلوا الفيلا امها لما شافتها خافت وجريت عليها. ما تخافيش يا امي، هي كويسة، محتاجة بس تاخد دش، وسابهم وطلع اوضته. فالقطة الصغيرة جريت على الشارع تاني علشان تاخد الفيزا، لكنها ملقتهاش موجودة، ففهمت ان مساعد كاي هو اللي اخدها. وكان فعلا ده اللي حصل، لاننا بنسمعه وهو بيديها الكاي وبيقوله ليه ما قلتش للراجل العجوز ده ان انت دفعت تمن عملية بنت في المستشفى اصلا. فرد وقاله مش مهم احكي له اللي حصل، المهم اني نفذت، هات الفيزا اللي معاك انا هديها لها بنفسي. ولما بيروح يديها لها بيسمعها وهي بتقول لأمها أنا أنقذته بس علشان اخد الفيزا، لكن غير كده ما كنتش حتى هحاول أقرب منه. ده حتى شخص قاسي ما عندوش رحمة. فهو اتصدم فيها وعرف انها ممثلة شاطرة قوي وكانت بتضحك عليه. ومن غضبه كسر الفيزا اللي بنكتشف ان كان فيها 800 ألف مش 200 بس زي ما هو كان متفق معاها. يلا نصيب. ولما بيطلع الصبح بيتقابلوا على سفرة الفطار، ووقتها بتحاول تتكلم معاه وتسأله على الفلوس يمكن يديها لها. ولسه هتتكلم فجأة لقت أخوها تايسو جاي يقعد معاهم، فخافت عليه من ابننا أحسن يسم ولا حاجة. أصلها عارفة وفاهمة إنه عاوز يخلص منه عشان كل أملاكه وفلوس العيلة تبقى ليه هو لوحده وبس. وطبعا هو فاهم إنها خايفة على أخوها منه، وده إحساس ضايقه منها تاني، وقام وسابها وطلع فوق. فطلعت وراه علشان تسأله على الفلوس، وفجأة لقت نفسها في حضنه. ممكن أعرف انتي داخلة اوضتي ليه؟ أبدا، عشان أسألك على الفلوس اللي كنت هتديها لي امبارح. فلوس ايه؟ أنا نسيت مش فاكر، هو أنا قلتلك أنا هديلك فلوس؟ اه قلتلي هتديني 200 ألف يوان تعويض عن البوسة. أنا مش فاكر أساسا إن أنا بوستك يا حاجة، ولا عارف انتي بتتكلمي عن ايه. بس عموما ان الفيزا اهي اللي فيها 200 ألف، بس بشرط هتبقي الخدامة بتاعتي لمدة شهر، كل يوم تنضفي لي اوضتي مرة الصبح ومرة بالليل. بس ده صعب جدا، انا بروح المدرسة الصبح ازاي هلحق انضفها؟ عادي، ايه المشكلة لما تصحي بدري شوية وتنضفيها وبعدين تروحي مدرستك؟ اللي عاوز فلوس هيعمل اي حاجة. بس انا كمان ليا شرط، وهو ان الاتفاق يكون تنظيف وبس مش حاجة تانية. يعني ما تفكرش تقرب مني زي ما كنت بتعمل قبل كده. انتي فاهمة غلط خالص على فكرة، انتي مش من النوع اللي بيعجبني اساسا، ده انتي جسمك زي جسم الاطفال، حتى تقريبا وزنك 35 كيلو. انت بتتريق عليا؟ ماشي، عموما انا موافقة، ممكن الفيزا بقى؟ ممكن طبعا، اتفضلي اهي. بس خليكي فاكرة ده كده اللي بينا عقد مش مجرد اتفاق عادي. ولما بيجي الليل بتكون أميرتنا خلصت تنظيف أوضة البطل القاسي، ومن كتر التعب اتلقحت على السرير زي المقتولة. ساعتها ليان السوسة بتتصل عليها وبتعرفها انها سهرانة في البار، وبتطلب منها تروح تسهر معاها. لا يا ستي مش هقدر اجي، انا تعبانة وعاوزة ارتاح. ايه ده؟ واضح من صوتك انك سكرانة وشكلك كده مش هتعرفي ترجعي لوحدك. امري لله، هاجي اخدك وارجعك البيت وبعدها نبقى نشوف. وعلى طول بتقوم تجهز وبتروح البار اللي بيكون سكران فيه كوي هو كمان بالصدفة. هو قاعد حزين مش طايق نفسه بسبب الصدمة اللي أخدها في القطة المغمضة اللي كان طول الوقت بيفكر فيها وفي جمالها ورقتها. معقول تطلع حرباية ممثلة كبيرة كده؟ هنا بتيجي سو اللي واضح من شكلها انها مش بس صفرة، دي حرباية بتتلون بميت لون، وبتقرب منه وبتحضنه، وبيبان من اسلوبها معاه انها تعرفه من زمان ونفسها توقعه في حبها. وده يعني لانه غني ومتريش ومعاه فلوس كتير، فاكيد هيصرف عليها بالجامد. لكنها لحد دلوقتي مش عارفة توصل لقلبه اللي بقى مع بطلتنا الكيوتة خلاص. اللي كانت في اللحظة دي وصلت للبار، ويا دوب لسه داخلة لقت 2 شباب في وشها. واول ما بيشوفوها بيقولوا لها ايه ده، انتي شكلك بريئة مش شبه البنات اللي بيجوا يسهروا هنا خالص. فرد واحد منهم وقال للتاني طب ما تيجي ندوق طعمها. تصدق فكرة، دي حتى نوع جديد مجربناهوش قبل كده. وفضلوا يجروا وراها في المكان زي القط والفار لحد ما مسكوها واخدوها على أوضة خاصة في البار، وحاولوا الوحوش يعتدوا عليها بكل قلة أدب. أما أميرنا بقى فكان لسه قاعد مع السماوية اللي بتطلب منه يروح معاها شقتها ويقضوا الليل كله مع بعض. مفيش بجاحة بعد كده. بس الغريب والأبجح منها إنه وافق.
كأنه عاوز واحدة ينسى بيها البنت الصغيرة اللي ضحكت عليه واخترقت قلبه وحياته وعقله، وعاوز يخلص منها. وأول ما وافق فرحت الشريرة وقالت في سرها: أخيرا وافق، مفيش ولا مرة لمستني، بس أوعدك المرة دي مش هسيبك غير لما أوقعك في فخي وحبي وحبالي الدايبة، عشان تبقى مجبر تتجوزني وما تبعدش عني تاني أبدا. ما تعرفش انه كان كل تفكيره أساسا مع أميرته الصغيرة، اللي فجأة بيسمع صوت صريخها جاي من الأوضة اللي جنبه، فعرف على طول انها حبيبته وقام جري علشان يلحقها، وبالفعل انقذها من بين ايديهم قبل ما يعتدوا عليها، الحمد لله. ده غير انه ادالهم علقة محترمة قوي عشان محدش يقدر يلمس اي حاجة تخصه بعد كده. ودي مش اي حاجة، دي كنزه الثمين، حبه الغالي، اميرته الدلوعة وبنته وكل حياته. وبعد ما ضربهم شالها وحطها في العربية، وهم في الطريق بدأ مفعول مخدر العشق يشتغل، وبكل دلع وحنية بدأت تقرب منه وتتحرش بيه كمان. اي نعم، هو في الاول حاول يصدها لكن غصب عنه مقدرش، وضعف قدام اسلوبها الرومانسي اللي مجربهوش قبل كده مع ولا بنت قبلها، وراح بيسها. لكنها بعد البوسة دي بعدت عنه. بعدها على طول بنشوفها وهي بتصحى تاني يوم من النوم في سريره، ولما لقت نفسها نايمة في اوضته خافت جدا، وكمان لابسة لبس من هدومه، فخافت احسن يكون حصل حاجة بينهم لا قدر الله. وفجأة لقيته واقف وراها وبيسألها: عاملة ايه دلوقتي، كويسة؟ انت انسان حقير علشان استغليت ضعفي واعتديت عليا، وانا تحت تأثير المخدر يا متحرش. انا حقير وكمان متحرش؟ انا بقى هفرجك التحرش دلوقتي يبقى عامل ازاي. وراح قالع الحزام ورابط ايديها، وطبعا هي فهمت انه بيعتدي عليها تاني، لكن ده ما حصلش، وطلع لزقة وحطها لها على الجرح مكان الحقنة اللي الدكتور اداها لها امبارح علشان تفوق من الحالة اللي كانت فيها. دلوقتي بقى فهمتي يا ستي ان انا جبتلك دكتور وما استغلتش ضعفك ولا حاجة زي ما انت فاهمة؟ لكنه في نفس اللحظة اخد باله ان الحزام عمل علامة في ايديها، فعرف ان بشرتها حساسة قوي وصعبت عليه وسابها ترتاح في اوضته. وراح قالع القميص بتاعه واداهولها علشان تلبسه، وطلب منها ترتاح في اوضته زي ما هي عاوزة، اهم حاجة تبقى كويسة. وبعد كده نزل زعق لاخته ليان علشان هي السبب في اللي حصل لها ده. انتي لو ما كنتيش عملتي كده اكيد شوية العيال دول ما كانوش هيعتدوا عليها. بس الحقيقة ان اخته كانت بجحة قوي، يعني مش كفاية كانت عاملة لها فخ، لا دي كمان بتتهمها انها بنت مش شريفة، وانها بتمثل عليه دور البريئة وبتوريله صورتها مع تشيو، وهما كانوا سوا في الجامعة. فطبعا هو بيتضايق على الاخر، لكنه بيحاول يتمالك اعصابه بالعافية، بس مش بيقدر لدرجة انه بيروح لها الجامعة فورا، وهناك بيلاقيها واقفة مع تشيو فعلا، وكمان بيسمعه وهو بيقول لها: خلاص امتحاناتنا خلصت والتدريب بتاعنا هيبدأ من بكرة، ايه رأيك تيجي تتدربي معايا في شركة اختي؟ راح بطلنا الغيور قطع عليه الطريق وقال له: لا مفيش داعي تتعب نفسك، تقدر تتفضل انت وانا هحللها المشكلة دي. وبعد ما هو مشي اتعصب زعيمنا وبكل غضب حاوتها بايديه، وكأنه عاوز يدخلها جوا حضنه علشان محدش ياخدها منه. ما قلتليش ليه ان التدريب بتاعك بدأ؟ عموما تقدري تنزلي الشركة من بكرة وتتدربي فيها براحتك. لا يا سيدي شكرا، مش عاوزة منك حاجة، انا هشوف لي مكتب وهتدرب فيه. هو انتي لسه فاكرة ان انا باخد رأيك؟ ده مش اختياري، ده اجباري بحياتك، وبعدين دي فرصة مليون شاب غيرك يتمناها. اركبي العربية علشان هوصلك وبكرة تيجي الشركة. فركبت وهي ساكتة لانها ما تقدرش ترفض، احسن يحبسها جوه قلبه وما يخرجهاش تاني ابدا. ولما بيجي تاني يوم بتوصل الأميرة للشركة، وهناك بتسمع الموظفين وهما بيتكلموا عليها وحش وبيقولوا انها بنت فلاح، وازاي تيجي تشتغل في شركة كبيرة ومكتب ليه اسمه زي ده، اكيد جاية تشقط لها عريس غني. فطلعت التليفون واتصلت على مساعد كوي اللي طلع ياخدها بنفسه، وهي وقتها قالت له: انا سمعت شوية الموظفين دول بيتكلموا عليا بطريقة مش لطيفة، هنعمل ايه معاهم؟ انتي تؤمري يا هانم، انا ممكن افصلهم دلوقتي كلهم من شغلهم لو تحبي. لا لا مفيش داعي، خلاص كفاية بس لفت نظرهم. فالموظفين فهموا انها مش بنت عادية واكيد تقرب لصاحب الشركة، وخافوا جدا وجريوا من قدامها زي القطط. فهي شكرت المساعد وفهمت انه بيمثل معاها المشهد ده علشان يخوف الموظفين،
لا طبعا انا مش بمثل ولا حاجة، انا فعلا كنت بتكلم جد. لو انتي عاوزاني افصلهم هفصلهم. ساعات الباشا كاي قال لي ان كلمتك هنا امر تتنفذ بالحرف الواحد. فكانت فرحانة جدا ومش مصدقة نفسها، ومشيت معاه على مكتب كاي اللي بيفضل طول الوقت بيحاول يستفزها ويخرجها عن شعورها، وبيقول لمساعده ياخدها للسكرتيرة تشغلها معاها، بس ما تقلش عليها في الشغل لانها لسه بتتدرب واكيد هي مش ذكية كفاية فممكن تعك الدنيا. فهي بتتضايق جدا من كلامه وبيبان على وشها، لكن مش بترضى ترد عليه وبتمشي. وبعد ما بتخرج من المكتب هو بيضحك عليها وبيقول في سره قد ايه لما بتبقى زعلانة بتبقى شبه النمرة الشرسة المتوحشة، ولما بتبقى فرحانة بتبقى زي القطة السيامي اللطيفة الكيوت، شكلها هتسليني قوي في الشركة. اما بنتنا لما بتخرج للسكرتيرة لينجا بيعرفها المساعد انها هتشتغل معاها، فليندا بترحب بيها وبتطمنها ان الشغل هيكون لذيذ وخفيف. ساعتها بتوصل الافعلان واول ما بتشوفها في المكتب بتفتكرها على طول، وعشان هي من جواها سودة بتطلب من ليندا تخليها تدخل مكتب كاي بعد شوية. وطبعا الأستاذة ليندا بتنفذ كلامها لأنها تبقى بنت عمها، وبتديها ملف وبتقولها تدخله للسيد كاي، فهي بتاخده وبتروح. وأول ما بتدخل بتلاقي التعبانة لفة ايديها حوالين رقبته. كده احنا فهمنا انها كانت عاوزة تثبت لها ان هي بس اللي حبيبة كاي. وفعلا البنت الصغيرة فهمت كده وعلى طول خرجت من المكتب علشان ما تحرجش نفسها. لكن بعد ما خرجت بنشوف كاي وهو بيتعصب على ليان وبيطردها من المكان لانه مش بيحبها اصلا ولا مرتبط بيها، هي بس اللي لازقه فيه طول الوقت. فبتخرج وهي متضايقه وبتبصلها بغل وبتطلب من ليندا تاخدها معاها بالليل يسهروا في البار، فليندا بتنفذ كلامها برضو. ولما جه الليل بنشوفهم كلهم سهرانين في المكان وبيفضلوا كل الموظفين يزقوا بطلتنا ويسكي على قد ما يقدروا. ليه بقى؟ علشان لما تسكر ما تبقاش واعية، وبالتالي هيقدر واحد فيهم يعمل معاها علاقة بسهولة، ووقتها علاقتها ببطلنا هتنتهي للأبد. خطة ذكية ما تخرش المية. وساعتها يتفتح الطريق للست الحربوقة اللي متوقعة انها هتقدر توصل لقلب ابننا بسهولة كده، ما تعرفش ان قلبه خلاص بقى مع البطة الصغيرة اللي في الوقت ده سكرت جدا من كتر الشرب. فاخدها موظف من الموظفين ولسه خارج بيها لقى فجأة بطلنا في وشه، وهي اول ما شافته اترمت في حضنه على طول كأنها لقت منقذها واملها الدافي. بس برضو هو ما ينفعش حد يلمس الكتكوتة بتاعته، وعشان كده رفدهم كلهم من الشغل يلا يستاهلوا. وهي لما صحيت الصبح من النوم لقت الأستاذ تشيو بيرن عليها وبيقول لها ايه رأيك نتغدى النهاردة مع بعض، احنا بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. ماشي موافقة بس بشرط نتغدى في مكان قريب من الشركة علشان متأخرش على شغلي. وفي نص اليوم بنرجع لأميرنا اللي بيكون في الوقت ده بيتغدى في المطعم جنب الشركة مع المصيبة دي، وبيواجهها بالحقيقة وبيقولها أنا عارف خطتك اللي انتي رسمتيها مع ليندا بنت عمك. انتي طبعا اللي طلبتي منها تاخد لين تشرب وتسكر عشان انا لما اشوفها مع واحد غيري اسيبها واجيلك، وبسببك الحيوان اللي شفته معاها كان بيتحرش بيها. لا 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 ما حصلش، انت فهمتني غلط، انا ماليش دعوة بالموضوع ده، وانا اساسا هعمل كده ليه؟ لسه هيرد عليها فجأة لقى السمكة الصغيرة داخلة مع الأستاذة تشايو. طبعا تشايو ما كانش فاهم وكالعادة قرب من الزعيم القاسي وعك معاه الدنيا. فالست البومة حبت تعيش قدامهم الدور ان هي خطيبته وحبيبته، وطلبت منهم ما يتكسفوش ويقعدوا يتغدوا معاهم. وبتسأل تشيو واضح ان انتوا مرتبطين وعلاقتكم لسه في اولها مش كده؟ بس تعرفوا انتوا لايقين على بعض قوي. فتشيو وكأنه ما صدق وقالها فعلا احنا بنحب بعض جدا وبقالنا كتير ما تقابلناش. فجينا هنا نطفي نار الشوق بقى. ما يعرفش ان النار كانت مولعة في قلب كاي اللي كان عاوز يقوم يقتله هو والحرباية اللي جنبه. وكل ما الواد الصغير يقدم لبطلتنا شاي يروح ابننا واخد الفنجان، اصلها ما بتشربش شاي يا سيدي، هيقدم لها عصير يروح واخده هو كمان. واخر ما زهق زعلها مش انا قلتلك 100 مرة قبل كده لما تبقي برا البيت ما تشربيش اي حاجة من اي حد، انتي ما بتحرميش شكلك. وسابهم ومشي. المصيبة ان هي من غبائها كل ده ما فهمتش انه غيران عليها ومش قادر يتحمل يشوفها مع واحد غيره.
وبتقول لنفسها هو ماله متعصب كده ليه، شكله كده عنده مشكلة في الشغل، غبية. بعدها بنرجع تاني لكاي وهو في مكتبه عمال يشرب ويسكر من وجع قلبه. لحظتها بتوصل الغلاوية ليان وهي لابسة لبس أميرات زي لين، وبتتعمد تدخل عليه وهو سكران، وبتبدأ تتقرب منه وتتحرش بيه لأنها متوقعة إن هو هيفهم إنها البطلة، وبالتالي هيضعف قدامها كالعادة. ما تعرفش إن المليونير أذكى بكتير. في الأول شافها على إنها حبيبته، لكنه قدر يفوق نفسه بسرعة وقال لها لو مفكرة إن بطريقتك وحيلك القديمة دي أنا هضعف قدامك تبقي غلطانة، وسابها ومشي. وبعد ما رجع البيت لقى والده قاعد مستنيه وبيسأله علاقته مع ليان وصلت لحد فين، وبيقوله كمان انا عارف ان العصفور الصغير عاجبك ومالي دماغك، مفيش مانع تتسلى بيها شوية، لكن في الاخر هتتجوز الحية بنت الحسب والنسب. بس الزعيم القاسي كان ليه رأي تاني وقاله مش لما ابقى الوريث الشرعي للعيلة ساعتها هتبقى تخاف على الحسب والنسب. وتاني يوم في الشركة بنسمعه وهو بيقول لحبيبته اعملي حسابك هنسافر انا وانتي بكرة لهونج كونج، رحلة عمل كده لمدة كام يوم. فقالت له شغل ايه، هو انا لسه اتدربت او فهمت حاجة في الشغل علشان اطلع معاك رحلة؟ انت اكيد شارب حاجة صح؟ في واحدة تقول لمديرها انت شارب حاجة؟ ده قرار نهائي، هتطلعي معايا الرحلة يعني هتطلعي معايا. ولما جه بكرة بنشوفهم هما الاتنين بعد ما نزلوا في أوضة واحدة، فهي بتسأله امال انا الأوضة بتاعتي فين؟ لا يا ستي مفيش أوضة ولا حاجة، انا حجزت لينا احنا الاتنين أوضة واحدة بس. انت مش طبيعي، انت مجنون، ازاي احنا الاتنين ننام في اوضه واحده؟ وايه المشكله؟ انت خايفه احسن تضعفي قدام جمالي وتتحرشي بيا مش كده؟ اعترفي يلا انك بتحبيني ومخبيه. انا بتحرش بيك ليه؟ مفكر نفسك مين، توم كروز بقى ان شاء الله ولا ايه؟ راح شايلها بايده وحطها قدامه على الترابيزه وقرب منها علشان يبوسها، فهي ضعفت وغمضت عيونها. راح هو قايل لها ايه ده وكمان عاوزه تبوسيني؟ لا لا انا بدات اخاف منك على فكره، تصدق انا غلطانه اني جيت معاك الرحله دي اصلا، وهنزل احجز ليا اوضه لوحدي. ولما نزلت تحجز الاوضه اكتشفت ان الاوضه الواحده حجزها يكلفها 30,000 دولار، يعني سعرها غالي قوي، فعشان كده هو مطمن انها مش هتقدر تحجز واحده تانية. وده فعلا اللي حصل، لانها رجعت على الاوضه وجري اول حاجه عملتها دخلت في السرير زي الثعلب ونامت قبل ما هو يشوفها. ما تعرفش انه بياخد دش، فبعد ما خرج لقاها نايمه ورايحه في سابع نومه، راح هو كمان داخل جنبها واخدها في حضنه وناموا هما الاتنين زي الملايكه لحد ما طلع الصبح. ولما بيجي الصبح بنرجع للأب جين وهو بيكلم شخص مجهول في التليفون وبيطلب منه يخطف أم لين هي وابنها. ساعتها هي بتنزل وبتسمع خطتهم ولسه هتاخد ابنها وهتهرب، لكن للأسف ما لحقتش لأن الحراس خطفوهم، وكان مساعد كاي من ضمن الحراس وعشان كده اتصل عليه وبلغه باللي حصل. فهو طلب منه ينقذهم من بين ايدين ابوه الشرير وياخدهم لمكان امان، بس اهم حاجة ما يعرفش بنتنا علشان ما تقلقش عليهم. وبعدين راح قعد جنبها وقال لها بكل صراحة انا معجب بيكي وعاوز ارتبط بيكي، على الاقل انا احلى واجمل واطيب من العيل اللي اسمه تشيو اللي لسه بياخد المصروف من امه ده. وكمان اشترى لها ورد، بس هي ما دخلش عليها كل الكلام ده وشافته انه عاوز يتسلى بيها شوية وبعدين يبقى يرميها بعد ما ياخد غرضه منها اكيد. وبتتأكد اكتر لما تشيو بيتصل عليها وبيعرفها ان كاي وابوه خطفوا امها واخوها، وقال لها تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه مش همنعك، انا عارف ان انت مش بتحبيني. وهي لما بتعرف بتتجنن وبتروح لفة وشها لكاي وبتقوله يعني انت علشان كده جبتني هنا علشان تقدر تخطفهم وتتخلص منهم براحتك، كل ده علشان الميراث؟ انت طلعت حقير قوي على فكرة. فهو حب يطمنها انهم هيكونوا كويسين وانه ملوش علاقة بخطفهم، هيعمل كل حاجة لحد ما يرجعوا تاني. لكن هي طبعا مش بتصدقه وبتسيبه وبتدخل الحمام وبتقف تفكر وتقول لنفسها انا ما ينفعش اصدق كلامه واثق فيه، لان اخويا المفروض خصمه والمنافس الوحيد ليه على التركة، لازم اتصرف بسرعة وانقذهم، ما ينفعش اقف اتفرج عليهم كده. وبتروح مشغلة المية علشان ما يسمعش صوتها وهي بتكلم تشايو في التليفون وبتطلب منه يساعدها ويعرف لها امها واخوها فين ومين اللي ورا خطفهم.
بس هي ما كانتش تعرف ان كاي مشغل السماعات على تليفونها وقدر يسمع المكالمة كلها. وبعد ما خرجت من الحمام بدأت تمثل عليه انها طبيعية ومصدقاه عشان ما يأذيش اخوها وامها، لكن هو من غضبه اتحول لوحش وعينيه كانت بتطلع شرار، وبكل غضب قال لها انتي مش بتثقي فيا ولا مصدقة كلامي ومصدقة وواثقة في العيل التافه ده وبتطلبي منه المساعدة بدل ما تطلبيها مني انا. طب تمام، اديني بطلب منك المساعدة اهو، انا عاوزة اوراقي وسفرني دلوقتي حالا عشان اروح ادور عليهم. ما ينفعش اقعد ساكتة مسلوبة الارادة كده معتمدة عليك وانت اللي خطفتهم. انتي ما بتفهميش دماغك دي فيها ايه، انا لو عاوز اخطفهم مش هجيبك هنا مخصوص عشان اخطفهم، كنت اقدر اعمل كده من اول يوم مثلوا فيه ومن قبل ما تيجوا كمان. وانتي لازم تصدقيني وتثقي فيا، انا مستحيل اذيهم او اذيكي انتي بالذات، وهعمل المستحيل لحد ما الاقيه. بس برضو مش هينفع اسيبك ترجعي لوحدك، مش هبقى مطمن عليكي، البلد هناك كبيرة وما فيهاش امان، وزي ما جيتي معايا هترجعي معايا. وراح مسكها وطبع بوسة خفيفة على شفايفها وسابها وخرج، وهي فضلت تمسك فيه وتترجاه يسفرها النهاردة، بس هو كان رافض رفض تام لانه خايف عليها مش اكتر. وتاني يوم بيجي مساعده علشان ياخدها للطيارة وبيعرفها ان كاي مستنيها في المطار، وبيقول لها بلاش تكرهي كاي باشا لانه مش وحش قوي كده زي ما انتي فاهمة، انتي ما تعرفيش هو بيخاف عليكي قد ايه انتي وامك واخوكي. طبعا ما انت لازم تقول كده لانه رئيسك ولحم كتافك من خيره، ومش بعيد يكون هو اللي محفظك الكلمتين دول. وبترجع هي وكاي البلد، واول ما بينزلوا من العربية بتحاول تهرب منه وتختفي من قدامه، فهو مسكها وسألها انتي للدرجة دي خايفة مني، شايفاني وحش قوي كده وشايفة كمان ان انا اللي خطفتهم؟ عموما انا مش هضغط عليكي، هسيبك براحتك، بس احنا على اتفاقنا ما ينفعش تخرجي من غير اذني لو سمحتي. لحظتها هي فكرت وقررت تمشي على هواه لحد ما تنقذ اخوها وامها من تحت ايده. وفي نص اليوم حاولت تهرب من البيت وتروح تقابل تشيو، لكن هو كان نايم على الكنبة وقدر يسمع خطوات رجليها وعلى طول وقفها وسألها ممكن اعرف القطة الصغيرة بتحاول تتسحب وتهرب على فين تاني؟ ابدا، انا بس كنت عاوزة اخرج اتمشى شوية واشتري شوية حاجات. فوافق يسيبها تخرج وعرفها انه هيعدي عليها الساعة 5 في المول هياخدها بنفسه. وهي اول ما خرجت بتروح تقابل تشي وبتحط التليفون في قصرية الزرع علشان كاي ما يقدرش يسمع كلامهم، وبتسأله ها عملت ايه، قدرت توصل لأي معلومات عنهم ولا لأ؟ اما هو فخرج بعدها وسأل مساعده اذا كان قدر يعرف مكان ام لين وابنها ولا لسه، فقاله للأسف مقدرش يوصل لأي حاجة ولا يعرف مكانهم، لكنه بيوعده انه مش هيسيب الموضوع يعدي كده على خير غير لما يعرف مكانهم فين. وبعد ما بتسيبه وبتمشي بيجي شخص شرير اسمه وينغ وبيقول لتشيو برافو عليك، نفذت كل اللي طلبته منك صح، ومتقلقش احنا على اتفقنا سوا، انت هتفوز بحبيبتك وانا هفوز بالشركة. ولما بيجي الليل بنشوف بنتنا وهي نايمة في سريرها، وفجأة بتلاقي البطل نايم جنبها واخدها في حضنه كمان، فبتروح هي عضة جامدة قوي في ايديه. ايه يا بنت العضاضة، انت بقيتي متوحشة قوي كده ليه؟ ايه ده، هو انت معلش ما خدتش بالي، كنت بحسبك حرامي. وهما بيتكلموا في اللحظة دي فجأة بتسمع اخته بتنادي عليها وعاوزة تدخل الأوضة عشان تتكلم معاها شوية، فقالت له قوم اهرب بسرعة قبل ما اختك تدخل علينا وتشوفك معايا في الأوضة وتبقى مصيبة. وفيها ايه يعني، عادي خليها تدخل، انا ما عنديش حاجة اتكسف منها، انتي حبيبتي وروح قلبي، خلي العالم كله يعرف. حرام عليك، ده انا بنت وحدانية ومكسورة الجناح سمعتي. طب عشان خاطري قوم ادخل الحمام حتى لحد ما هي تمشي. فبيضطر ينفذ كلامها علشان ما يزعلهاش وبيدخل فعلا الحمام. اما هي فبتقوم تجري على بره وبتوقف اخته قبل ما تدخل الاوضه اللي بتطلب منها تصلح لها السلسله بتاعتها، وبتبقى عاوزه تدخل الاوضه لحد ما تصلحها. تعالي هنا، اوضه ايه اللي انت هتدخليها، انا نعسانه قوي، حتى شوفي مش قادره اقف من كتر النعسان، روحي انت دلوقتي وانا هصلحها بالليل وهتلاقيها معاكي الصبح. هو انت مالك متوتره ومش على بعضك كده ليه، وكمان مش عاوزين ندخل الاوضه، هو انت في حد معاكي جوه؟ لا لا، حد ايه، الله يخرب بيتك، انت هتجيبيلي مصيبه. طب اوعي بقى كده لما اتاكد بنفسي. ايه ده، جاكيت راجل بس شكله مش غريب عليا، ده جاكيت اخويا كاي، بيعمل ايه هنا، اعترفي بسرعه. انت مجنونه انت واخوكي، ايه اللي هيجيب اخوكي هنا؟ هتلاقيه بس نسيه معايا في العربيه ولا حاجه وانا ما كنتش مركزه فجبته معايا الاوضه.
روحي انتي بس دلوقتي وانا هديكي السلسلة الصبح. وقدرت فعلا تخرجها من الأوضة بأعجوبة. وبعد ما هي خرجت، خرج اللافندي بسلامته هو كمان من الحمام. انا همشي دلوقتي، بس قبل ما امشي عاوز اعرف انتي قابلتي مين النهاردة وياكي تكذبي. لا ابدا، وانا هكذب ليه؟ انا قابلت تشيو. عادي يعني صحاب، ايه المانع لما نتقابل ونتغدى سوا؟ حرام ولا ايه؟ طيب انا هعمل نفسي المرة دي صدقتك بمزاجي، بس لازم تعرفي ان انتي ملكي انا لوحدي وبس، وما ينفعش تقابليه تاني، لا هو ولا غيره، سامعة؟ تاني يوم الصبح بتنزل هي كمان، بتقعد مع جدها جين وبتعرفه انه كاي مش سايبها في حالها، وعشان كده هي مضطرة تسيب لهم البيت وتمشي. وفعلا خدت شنطتها وراحت جريت على بيت صغير على قدها. في نفس الوقت ده جالها تليفون من واحد اسمه مي، وبيقول لها لازم تقابله بسرعة دلوقتي حالا، علشان هيقول لها على اخبار جديدة بخصوص اخوها وامها. فقطتنا جريت بسرعة على الكافيه، وهناك الشخص ده عرفها انه فاعل خير، وقدر بالصدفة يعرف ان كاي هو اللي خطف اخوها وامها. ده مش بس كده، ده قتلهم بدم بارد علشان يخلص منهم ويفوز هو بالتركة كلها لوحده. وعلشان يثبت لها اكتر بيسمعها تسجيل صوتي لكاي وهو بيقتل امها واخوها، وبيديها رسالة من امها غرقانة بدمها، بتحذرها فيها من كاي، وانها لازم تبعد عنه وما تصدقهوش مهما حصل. في نفس اللحظة اللي بيكونوا موجودين فيها في المحل، بناخد بالنا ان وينج موجود قصادهم من الجانب التاني، وتقريبا ان كل اللي اتقال عليه ده هيطلع كذبة وفخ برضه من تخطيطه هو. المهم في الاخر البطلة بترجع البيت وهي حزينة ومتأثرة على موت امها واخوها الابرياء اللي ملهمش ذنب في حاجة. ولما بتصحى الصبح من النوم، بتلاقي كوي قاعد جنبها، فبتمسك آلة حادة وبتحاول انها تقتله. انت كمان جاي تشوفني يا بجحتك يا اخي؟ بس زعيمنا كان قوي وقدر يمسك ايديها، وكمان خبطها على رقبتها خلاها يغمى عليها، وراح شايلها ومشي بيها ونيمها في السرير. وهي لما صحيت الصبح لقيته قاعد جنبها، فلسه هتهرب من البيت راح هو ماسكها. على فين يا بطة؟ مش مسموح لك تخرجي من هنا الا باذني. مش انا قلتلك قبل كده ان انتي ملكي انا وبس؟ انت مستحيل تكون انسان طبيعي، انت انسان مريض، مش مكفيك انك قتلت امي واخويا، كمان حبسني هنا. طب انت عاوز مني ايه؟ فبطلنا ضحك بسخرية وقال لها قتلتهم؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ ولا اقولك انا فعلا قتلتهم ودفنتهم في الجبل، ودلوقتي يتحولوا لعظم، ولو ما سمعتيش كلامي هخلص عليك انتي كمان وادفنك جنبهم. وسابها وقام. لكن بعد ساعات حاولت تهرب تاني، ولما خرجت من الفيلا لقيته في وشها وشالها ورجعها للأوضة من تاني. وبعدها لما راح الشركة جه مساعد وقال له أخيرا يا فندم عرفنا مكان أمها، هي سابت المدينة وسافرت برا البلد. هي دي أمها، شكلها صغير في السن، انت متأكد؟ طيب عموما حاول ترجعوها وعرفوها ان بنتها محتاجة لها ومشتاقة لها قوي. اه صح، نسيت اقولك، حضر لي النهارده عشاء رومانسي على ضوء الشموع. ولما بيجي الليل بياخد حبيبته للمطعم وبيفاجئها انه عامل لها عشاء رومانسي بمناسبة عيد ميلادها، وبيحاول يبوسها لكن هي بتصده. مش قلنا لازم تسمعي الكلام؟ وراح بيسها. فهي قالت له ممكن اطلب منك طلب؟ نفسي اكل غزل البنات. بس كده من عيوني، انت تؤمري، ثواني وهيكون عندك. وخرج كاي يجيب لها غزل البنات. لما رجعت كانت هربت كالعادة، فاتصل على الحراس يدوروا عليها بسرعة، لانه متأكد انها دلوقتي حالا في خطر. في اللحظة دي كانت البرنسيسة لسه ماشية في الشارع، وفجأة طلع عليها مجرم مقنع وكان لسه هيطعنها، ومرة واحدة ظهر حبيبها واخد هو طعنة بدلها. فجوم الحراس ولسه هيمسكوه، كان هو للأسف هرب بسرعة. حضرتك حالتك خطر جدا، هوديك للمستشفى. لا لا، الجرح السطحي، ودوني الفيلا واطلبوا لي الدكتور وهناك هبقى كويس. وفي البيت بنشوف الدكتور وهو بيعالجه، اما بنتنا فكانت قاعدة خايفة عليه، وفي نفس الوقت مستغربة هو ازاي وليه ضحى بحياته وانقذها. وبعد ما بيمشي الدكتور، ابننا بيعيش دور المريض وبيطلب منها بقى تجيب له كوباية مية، وما هو تعبان وانقذها. واول ما بتجيب له المية بيحاول يقرب منها ويبوسها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت لسه مطعون بسكينة، انت فيك حيل، اتهد بقى. وسابته وخرجت بسرعة من الأوضة. وتاني يوم الصبح بتدخل تصبح عليه وبتستأذن منه تروح الكلية بتاعتها. في الأول بيرفض، لكن لما بتستعطفه بيضطر يوافق، بس بشرط لو فكرتي تهربي مرة تانية أنا اللي هجيبك بنفسي،
وساعتها هحبسك في اوضتك ومش هتخرجي منها للعمر كله. وبعد ما خرجت بنتنا قابلت الواد المايس ده وبتاخد تليفونه وبتكتب الرقم اللي مكتوب على ظهر الرسالة بتاعت امها، وبتسأله انت مين وعاوز مني ايه. ما تعرفش ان وينج اللي بيقول لها عدو عدو يبقى صديقي، وكاي عدونا احنا الاتنين، موافقة تساعديني وننتقم منه سوا؟ اه موافقة، بس ازاي؟ بص يا ستي، المفروض انه داخل صفقة جديدة بتاعت جسر نورز، وانا عاوز الصفقة دي، لو قدرتي تساعديني وتخليني اخدها منه يبقى ضربناه في مقتل. تمام، اوعدك اني هعمل كل اللي يطلع في ايدي، انتظر مني اخبار جديدة. في الوقت ده كاي كان بيفكر مساعده ان عيد ميلاده يوم 26 في الشهر ده، وهو عامل مفاجأة حلوة قوي لحبيبته، وبيطلب منه يصمم لها فستان مخصوص يكون لونه ابيض. اما هي بعد ما بتقفل مع وينج بترجع تاني لتشوي وبتطلب منه يساعدها ويسفرها برا البلد. انتي كان قلبك حاسس ولا ايه؟ انا مسافر قريب اكمل دراستي برا، وهطلعلك التأشيرة معايا ونسافر سوا وندرس هناك في كلية واحدة كمان. وبعد كام يوم بيروح يقابلها وبيديها التأشيرة، لكن المشكلة ان تاريخ التأشيرة بيكون يوم 26، واللي هو يوم تاريخ ميلاد بطلنا. وبعد ما خدت منه التأشيرة وحطتها في الشنطة، ظهر واحد من عمال المحل وصورهم، فعرفت ان كاي باعت شخص يراقبهم، وقامت مشيت على طول. وهي في نص الطريق ظهر بطلنا وراح جايبها من قفاها. بقى انتي بتستغفليني وتروحي تقابلي الواد الصايص المايس ده من ورايا؟ وبياخد شنطتها وبيفتحها، مش بيلاقي فيها حاجة لأنها كانت عقربة وذكية قوي، وشالت التأشيرة في جيبها لأنها عارفة إن ممكن يفتشها. وعشان تحبك عليه الدور أكتر راحت بايسة بوسة رومانسية وجريت من قدامه بحجة إنها هتجيب له هدية بمناسبة عيد ميلاده. واما بيجي الليل بتقعد بنتنا تتفرج على المعازيم من فوق. ساعتها بتلاقي كاي جاي بيسألها انتي ليه مغيرتيش هدومك ولبستي الفستان لحد دلوقتي؟ ابدا، بس حاسه انه هيخنقني وهيكبس على نفسي، فانا شايفه اني مرتاحه في الكاجوال اكتر. لا، لازم تقومي تلبسيه عشان انا محضرلك مفاجاه. بجد؟ طب ايه هي؟ لما تلبسي الفستان الاول هقولك. طب تعرف ان انا كمان عامله لك مفاجاه؟ يا شيخه، ده في تطور جامد بقى. ايه المفاجاه؟ لا برضو مش هقولك غير في وقتها. تقصد يعني سفرها لفرنسا؟ وسابته وقامت تغير لبسها وتلبس الفستان، لكن اتسللت من غير ما حد يشوفها ودخلت مكتبه علشان تسرق اوراق الصفقة. بس وهي بتدور على الملف حست بيه جاي عليها، فطلعت تجري واستخبت في الحمام قبل ما يشوفها. وهو لما دخل حس ان في حد موجود في مكتبه، فقام يفتش المكان. ولسه بيدخل عليها الحمام راحت هي بسرعة مثلت وقالت مين اللي في الأوضة، واتفاجئت بكاي وبتقوله انت سايب الناس وبتعمل ايه هنا؟ لا، انت اللي بتعملي ايه في اوضتي يا بيضة؟ ابدا، حمام اوضتي عطلان فقلت اجي اخد دش هنا. تمام، تحب اساعدك؟ عيب كده، تساعدني ازاي؟ ما يصحش. صدقيني يا روح قلبي انا مقصودش حاجة عيب، انا بس مش عاوزك تتعبي في اي حاجة. عموما انا هسيبك على راحتك واوضتي كلها تحت امرك. وبعد ما خرج هي وقفت مندهشة وبتسأل نفسها ازاي هو حنين معاها كده وبيتمنى لها الرضا ترضى، وفي نفس الوقت قتل اهلها. وبسرعة فوقت نفسها من دايرة الأسئلة دي وجريت على الخزنة، وجربت تدخل الباسورد أكتر من مرة لكنها فشلت، لحد ما في الآخر جربت تدخل تاريخ ميلادها. والصدمة بقى ان الخزنة المرة دي اتفتحت. ازاي يعني هو عامل الباسورد بتاريخ ميلادي؟ في حاجة انا مش فاهماها. لا ابدا، هو بيحبك بس حضرتك اللي غبية. المهم اخدت اوراق الصفقة وصورتها وبعتتها لابليس افندي على طول. وبعد كده بنشوفها وهي في الحفلة شبه الأميرات وفستانها اللي سحر ابننا وخطف قلبه، وكان واقف متنح قدامها ومش قادر يبعد عيونه عنها. لحظتها جه المساعد وتليفون مهم، فاضطر ياخد كاي يكلمه على جنب. وبعد ما مشيوا جت اخته وسألتها انت جايبه الفستان الشيك ده منين؟ مش انا اللي جبته، اخوكي هو اللي جايبهولي. انت اكيد بتهزري، عارفه ده تمنه كام؟ ده معدي 7 ارقام، يعني اكتر من 7 مليون، وكمان ماركة عالمية. فالبطلة اتصدمت، انتي بتقولي ايه؟ اه يا بنتي زي ما بقولك كده. ويا ترى بقى انتي على كده جايباله هدية ايه؟ فافتكرت انها ما جابتلوش هدية اساسا زي ما فهمته اول اليوم. فبسرعة خرجت من الحفلة لأول محل حلويات، وهناك اترجت صاحبة المحل تديها آخر تورتاية معاها اللي هي كانت واخداها لابنها الصغير. وبعد ما أخدت منها التورتة رجعت بيها على الحفلة وفهمته انها عاملاها له بإيديها، لكنه لما شاف الكلام اللي مكتوب على التورتة اللي كان كلام أطفال
فهم على طول انها بتكذب عليه ومشترياها جاهزة، ومع ذلك برضو قبل منها الهدية وبسها بوسة رومانسية. هي في الأول حاولت تبعد عنه، لكن افتكرت ان ده آخر يوم ليهم مع بعض، فقررت تسيب نفسها وتودعه ببوسة جميلة. وبعد ما خلصت الحفلة طلعت أوضتها وسابت له الفستان والإسورة اللي هو كان مديها لها، وودعته بكلمات حزينة وخرجت علشان تسافر مع تشوي. وبعد ما خرجت كان وصل الخبر لمساعد كاي ان الصفقة اتسربت. لحظتها كاي افتكر لما شافها في اوضته، وعرف ان هي اكيد اللي سرقت الاوراق، فطلع لها الأوضة يدور عليها زي المجنون. لقاها اختفت، ومن خلال كاميرات المراقبة قدر مساعده يعرف انها في طريقها دلوقتي للمطار مسافرة فرنسا مع صديقها، فأمره يحاول يتواصل معاها بكل الطرق ويبلغها ان امها واخوها موجودين معاهم، وابننا بس هو اللي عارف مكانهم. فالمساعد فعلا بعت لها صورهم على التليفون وهما مع كاي، فبتوقف العربية وبترجع لهم بسرعة، وهناك بتاخدهم بالأحضان وبتبقى مش مصدقة نفسها. لكن قبل ما يتكلموا بيجي مساعد البطل وبياخد امها واخوها وبيخرجهم برا، وبيقرب منها كاي وبيسألها انت ليه عملتي كده وخنتيني؟ انت عارفة ان الخيانة بالنسبة لي يعني الموت، انت اللي اجبرتيني اعمل كده. فقالت له انت اللي اجبرتني اعمل كده، حبستني في سجنك وعلى طول بتجبرني على حياة انا مش عاوزاها، وكنت فاهمة انك خطفت امي واخويا، كنت عايزني اعملك ايه يعني، اخدك بالاحضان مثلا؟ بس برضو انا اسفة، ارجوك بلاش تأذيهم بسببي، انا موافقة انفذ لك اي حاجة بس الا امي واخويا. قال لها موافق ارحمهم بس بشرط واحد، وهو انها تبقى ملكه لوحده. طبعا انت فاهم يعني ايه يا مشاهد. فبتضطر انها توافق لانها ما عندهاش حل تاني. ولما بيجي الليل بنشوفه وهو قاعد في اوضته بالبيجامه مستنيها في السرير. ساعتها بيجيله تليفون وبيعرفوا ان الصفقة اللي خسرها تمنها 200 مليون بحالهم، يعني خسارة كبيرة جدا. الغريب ان بعد كل ده مش قادر يكرهها ولا يشيلها من دماغه، من الحب وعمايله. وقتها البرنسس بتاعته خرجت من الحمام زي الملكات وقربت منه على اساس انها تستعطفه وتترجاه يرحمها ويشيل فكرة العلاقة دي من دماغه، لكنها قبل ما تنطق كلمة واحدة كان هو حاضنها وهاجم عليها زي الوحش المفترس. وتاني يوم الصبح بيرجع لها تليفونها وبيخليها تكلم امها واخوها تطمن عليهم، وكمان بيسمح لها تخرج لدراستها بس بشرط مع الحراسة بتاعته. فهي كانت مندهشة انه اخيرا سمح لها تخرج، ولسه بيتناقشوا راح بيسها تاني غصب عنها، فهي مسكت ايديه وعضته عضة جامدة. فبطلنا لف وشه بحزن وقال لنفسه حتى لو هي مش بتحبني على الاقل يكفيني انك تكوني جنبي. بس هي هنا قطعت حبل افكاره وهي بتقوله مش ناوي تسيبني في حالي بقى وتحررني من السجن اللي انا فيه ده، انا بكرهك، فاهم يعني ايه بكرهك؟ مش طايقاك، مش طايقه وجودك في حياتي. انت للدرجه دي شايفاني شخص قاسي ووحش قوي كده بعد كل اللي عملته علشانك وانقذتلك امك واخوكي؟ ايوه، حتى بعد ما انقذتهم بكرهك، هو الحب بالعافيه؟ مش هحبك لو عملت فيها ايه؟ طبعا الكلام وجعه كأنه خنجر اتطعن بين الشرايين، وقام ساب لها البيت كله وراح الشغل علشان يلاقي هناك مصيبة جديدة، وهي وصول أخوه غير الشرعي من برا، وبياخد مكانه في الشركة لأنه كسب الصفقة وأسهمه بقت أكبر منه بكتير. فقام كوي ساب الاجتماع وخرج وهو بيغلي زي البركان. ولما مساعده سأله معقول هتتنازل عن منصبك بسهولة قوي كده؟ رد وقال له وابوهم هو اللي عاوز كده. بعدها بيوصل اخوه للبيت اللي بنكتشف ان هو الشيطان وينج. ولما بنتنا شافته سألت اخته مين ده، قالت لها ده يا ستي اخونا التاني الغير شرعي برضو. فقرب علشان يسلم على بطلتنا اللي اول ما بتسمع صوته بتعرفه على طول وبتقوله انت اللي كلمتني في التليفون وطلبت مني اوراق الصفقة مش كده؟ يا حقير. فضحك وينج ضحكة شريرة كلها حقد وخبث. ما تزعليش قوي كده، احنا لسه في بداية اللعبة واللي جاي احسن واقوى بكتير. فراحت خرجت هي كمان وسابت له البيت وراحت قعدت في الكافيه، وهناك لقت تشي وجاي يسلم عليها. فاستغربت لما شافته وسألته ايه ده، انت لسه ما سافرتش؟ مش المفروض كان زمانك في فرنسا دلوقتي؟ ايوه، لاني ما قدرتش امشي واسيبك مع المجرم كاي. وبيفضل يتكلم عليه وحش قوي. فهي وقتها بتبدأ تحس بالذنب وبتقوم تدخل الحمام، واول ما بيشوف تشيو بيبقى عاوز يولع فيه. انا سبتك المره اللي فاتت بمزاجي احتراما لعيلتك رغم كل اللي عملته معايا واستغلالك ليها، لكن لو شفتك معاها تاني هدفنك في ارضك.
فالواد رد عليه بطريقة مستفزة قوي، خلت البركان وصل عنده الليفل الوحش. ده كمان قاله انت خايف مني، خايف اني اخدها منك وبتحبني انا وتسيبك انت. فكاي ضحك بمرارة، ما هصله حزن مغلي، هيلاقيها منين ولا منين؟ كلها عصابات بتحاربه من جميع الاتجاهات، حتى البنت اللي بيحبها هي كمان بتحاربه. فهو من غضبه بيروح مديله بوكس على وشه. هاها انا كده خايف منك مثلا؟ ومسك الفوزة ولسه هيدشملها على دماغه، لقاها هي واقفة قدامه وبتزعقله وبتطلب منه يبعد عن زميلها. انتي بتدافعي عنه؟ انتي مش عارفة وانتي مش موجودة؟ قال لي ايه ده؟ انسان مستفز بمليون وش، من وراكي بوش ومعايا بوش تاني خالص. عموما تعالي بقى. وشدها من ايديها واخدها في حضنه قدام عيونه وقال له حتى لو هي محبتنيش هتفضل ملكي، ومفيش اي راجل في الكون هيقدر ياخدها مني. واخدها ورجع بيها على مكانه السري اللي محدش يعرفه ولا بيسمح لحد يدخله غيره هو وبس، وسابها ودخل ياخد شاور. وبعد ما دخل الحمام هي بتسمع الأخبار بتعلن إن بطلنا نصاب وحرامي وهربان من الضرايب ومتهم بجرائم كتيرة قوي. فبدأت تقلق عليه من كتر المصايب اللي نازلة ترف فوق دماغه واحدة ورا التانية، وقلقت أكتر لما لقيته اتأخر في الحمام. فدخلت تطمن عليه فكان مغمى عليه أساسا وقاطع النفس. ولما لمست بشرته ولقت جسمه سخن مولع نار، فقامت تشده من ايديه وتخرجه من البانيو، لكنه ما شاء الله عليه كان طول بعرض فما قدرش يتحركه، وكمان وقعت في حضنه وبسته بدون ما تقصد. الغريب انه فاق من حالة الاغماء على البوسة دي، ولما حاول يتملك نفسه ويقف راح واقع تاني في حضنها. بس هي كانت غبية قوي، وبدل ما تساعده زعقت له. قال ايه هدومها غرقت مية؟ فقال لها خلاص اخرجي انتي، انا مش عاوز منك مساعدة ولا غيره وانا هخرج لوحدي. الغريب انها سابته وخرجت فعلا، وهو قدر يقاوم لحد ما خرج اخيرا من الحمام. وتاني يوم بقى بتدخل القطة تطمن عليه، بتلاقيه رايح في سابع نومة وجسمه لسه مولع نار. فبتصحيه قوم يا فندي علشان تاخد دواك. مش هاخد حاجة، اطلعي برا وسيبيني لوحدي لو سمحتي. راحت ماسكاه وحطاله القرص في بقه غصب عنه. فهو استغرب اسلوبها معاه وقام سألها ممكن اعرف انتي ايه اللي بتعمليه ده؟ بعمل ايه انا؟ بديلك العلاج ولا سيبك تموت واروح انا في 60 داهية وتبقى نايم حضرتك ومرتاح في قبرك وانا بتروق جوه في السجن؟ لا يا زكية مش قصدي كده، قصدي انتي بقيتي بتهتمي بيا وتخافي عليا زيادة عن اللزوم. خير اخيرا مشاعرك بدأت تتحرك ناحيتي ولا ايه؟ لا انت بجد فعلا سخن وحرارتك على اخرها. انت نايم وبتحلم او بتهلوس مش كده؟ انا مستحيل احبك. اذا كنت بهتم بيك دلوقتي فده عشان انت انقذتني قبل كده كذا مرة، وده يعتبر رد للجميل مش اكتر. فقرب منها بحنية. لين انا عارف ان انتي مش قادرة تسامحيني ومش هتصدقيني، بس انا فعلا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، وجوايا ليكي مشاعر عمري ما حسيتها قبل كده مع اي ست غيرك. لو سمحتي انسي الماضي وخلينا نبدأ من جديد. مستحيل انسى قسوتك عليا وحبسك ليا في زنزانتك. مش معنى اني ههتم بيك الفترة دي يبقى انا بحبك، ده مستحيل يحصل. كلامها ليه كان قاسي قوي لدرجة ان الدموع نزلت من عينيه، بس هو بسرعة لف وشه ومثل انه عاوز ينام علشان ما تشوفش دموعه. وهو بيقول لها انا دلوقتي اديتك حريتك، تقدري تهربي وتبعدي عني زي ما انت عاوزة. ولما صحى من النوم لقاها جاية من بره وجايباله اكل جاهز، فاستغرب انها لسه موجودة وما هربتش. وكمان قالت له انها راحت الجامعة الاول عشان لو في حد بيراقبها ما يقدرش يمشي وراها ويعرف مكانه. انا جبتلك اكل جاهز وخضار طازة علشان تاكل كويس وتقوي صحتك. وسابته ومشيت. ولما رجعت تاني اخر النهار بصيت له بحب وضحكت لما لقيته استرجع صحته وقوته من تاني. فبصلها هو باستغراب بتضحكي على ايه يا هانم وبتبصيلي كده ليه؟ تحبي تاخدي صورة؟ اما تكوني عاوزة تعملي حاجة خليكي جريئة وشجاعة واعمليها. انت قصدك ايه؟ على فكرة انا مش في دماغي اني ابوسك خالص، بس انا يا حلوة ما قلتلكيش كده. وراح حضنها وحطها قدامه. انا عارف انك بتحبيني وليا في قلبك مشاعر حلوة، بس هسيبك تكبري زي ما انت عاوزة. وبعد كلام المعسول ده اداها قبلة ترد الروح، فهي حاولت تقاومه لكن في المرة التانية ما قدرتش واستسلمت لقسوته الجميلة. فراح هو لفحها على دراعه واخدها لأوضة النوم. تاني يوم الصبح جاله مساعده اللي بيبلغه ان خطتهم ماشية تمام، ووينج وابوه وقعوا في الفخ وقريب جدا هينتصر عليهم.
وفجأة دخلت اخته واخدته بالحضن. سامحني يا بيه، غصب عني اتشعلقت فيا وقالت لي انها عاوزة تطمن عليك، فما قدرتش اسيبها وجبتها معايا. في الوقت ده خرجت بنتنا من الأوضة بعد ما صحيت من النوم، ولما شافت المساعد واخته فهمت ان في خطة مدبرة. بس اخته الرخمة اصرت تقضي اليوم معاهم، وفضلوا هما الاتنين يدردشوا سوا طول الليل. وقالت لها انتي عارفة ان البيت ده قبل ما يبقى بيت اساسا كان ملجأ، واخويا اللي هو بطلنا كان في الملجأ ده. فاندهشت. انتي بتقولي ايه؟ زي ما بقولك كده، امه اتخلت عنه وسابته في الملجأ هنا لما كان عمره 3 سنين. وبعدها ابويا اتبناه وقلبه كان جاحد، لكن هو في الحقيقة طيب وحنين وحزين عشان امه سابته، ومحتاج بس لحد يحسسه بالحب والامان والحنان، وخصوصا لو تكون واحدة زيك تحسسه ان هي الام والاخ والظهر والسند. وبتفضل تقولها كلام كتير عن اخوها ابو قلب طيب، وبعد ما بيخلصوا دردشة بتنام البنت وبتروح في سابع نومة. فمش بيجيلها نوم من كتر التفكير في حبيبها اللي بقى ساكن في كل حتة في روحها، وغصب عنها بتقوم تروح تطمن عليه. ولسه بتفتح الباب لقيته في وشها، وهو اول ما شافها كأنه ما صدق وراح خاطفها ومدخلها جوه الأوضة. ممكن اعرف القطة الصغيرة متسربة من اوضتها كده ورايحة على فين؟ ابدا، كنت جاية اطمن عليك احسن تكون تعبت تاني ولا حاجة. وانتي من امتى يعني بتقلقي عليا؟ ده وانا تعبان كان هايل عليكي تدبيني بسكينة في بطني. ايه ده؟ انا مش قاسي قوي كده على فكرة. انتي مش قاسية، بس انتي ناسية ان احنا حصل بينا حب وود. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب كده، انا بتكسف. بتتكسفي؟ طب تعالي. وراح واخدها من ايديها وحصل اللي حصل. تاني يوم الصبح وهو خارج من الأوضة لقى أخته في وشه، وشافتها وهي نايمة في سريره فاتصدمت وقالت له ايه ده؟ هو انتوا على علاقة ببعض ازاي وامتى وفين وانا معرفش ونايمة على وداني؟ طيب مش تصحوني تقولولي؟ رد وقال لها وفيها ايه، انا بحبها وهي بتحبني وهعمل المستحيل علشانها. لحظتها دخل مساعده وقال له ان الخطة استوت على الاخر، ودلوقتي يجي الوقت المناسب اللي لازم نخرج فيه. فخرجوا فعلا وراحوا الشركة، وهناك لقى عدد كبير من الصحفيين اللي اول ما شافوه جريوا عليه وفضلوا يسألوه اسئلة كتيرة. هل الشركة خسرت فعلا كل اسهمها في البورصة؟ واذا كان هو واخوه على خلافات ولا لأ؟ وابوه طرده من الشركة فعلا؟ لكن ابننا مردش على اي سؤال فيهم، ودخل الشركة بكل شموخ وكبرياء. وفي المكتب ابوه فضل يزعقله عشان هو السبب في اللي حصل للشركة ده. يعني كمان انت بتلومني ومش مغلط البيه ابنك على كل اللي عمله؟ ده دمر العيلة ودمر الشركة وخلى سمعتها في الارض، وهو السبب في الخسارة الكبيرة دي. كل ده وشايفني انا السبب؟ عموما انا انتقمت منكم فعلا، واخدت الشركة لحسابي وردت لكم الألم ألمين علشان طردتني عشانه وما افتكرتليش اي حاجة حلوة. رد عليه الاب وقال له انا اتعمل فيا كده بعد ما لميتك من الشوارع وكبرتك وعلمتك وربيتك، في الاخر يكون ده جزاتي؟ صدقني يا حاج، انا سبت ابنك ورحمته بس عشان خاطر انت ربيتني، لكن غير كده ما كنتش هرحمكم لا انت ولا هو. عموما اخر كلام عندي، انا مستعدة ارجع لكم الشركة بعد ما اخدتها منكم بصنعة لطافة، بس بشرط واحد، وهو ان ابنك يسلم نفسه للشرطة بيتحاسب قانوني على طعنه ليا وعلى كل اللي عمله فيا وفي حبيبتي، وساعتها هرجع لك الشركة بأوراقها الرسمية كمان. وبعد ما خرج بنروح لبنتنا وهي خارجة من كليتها، وفجأة لقيت وينج نازل من العربية وبيحاول يخطفها. لسه هتهرب منه وراح مخدرها ورميها في العربية، وعلى طول بعت صورتها لحبيبها وقال له لو عاوز تنقذها تعالى في العنوان ده دلوقتي حالا. فراح له فعلا على العنوان وهو زي المجنون، وهناك راح الشيطان ده رميله شفرة على الأرض وقال له قدامك خيارين من الاتنين، يا تطعن نفسك وتموت بإيديك وده شرف كبير وبكده ابقى خلصت منك من غير ما ادخل ايدي في دمك، يا اما هقتلها هي قدام عينيك واحرق قلبك عليها العمر كله. ومش هقتلها مرة واحدة، ده انا هفضل اشرح فيها حتة حتة حتى اشوف كده، وراح جارحها جرح جامد في ايديها. طبعا بطلنا مقدرش يتحمل يشوف حبيبته بالشكل ده، ونزل فعلا على الارض اخد الشفرة، لكن هي ما استحملتش تخسره وفضلت تصرخ وتعيط وتقوله بلاش تسمع كلامه وتموت نفسك عشاني، سيبني اموت. فقال لها ممكن تثقي فيا، هو مش عاوزك تخافي ابدا، انا عارف كويس انا بعمل ايه، واوعدك اني هخرجك من هنا من غير ما يأذيكي ولا يلمس شعرة واحدة منك.
انا بكرهك طول الوقت، بتحرق دمي ومش بتسمعش كلامي، سيبني وامشي وخليه يقتلني. انت مالك يا بارد يا ابو دم تقيل، ملكش دعوة. وهو ولا كأنه سمعها، هوا معدي من جنبه وراح طاعن نفسه اول طعنة في بطنه، فهي اتصدمت. بس الشيطان ما اكتفاش بده وقال له طعنة كمان يا حلو. وبعد التانية التالتة وجه يطعن نفسه الرابعة مقدرش، وكل ده والبنت منهارة حرفيا من العياط على حبيبها اللي بقى ينزف قدامها وخلاص هيموت. فقرب منه وينج ومسك السكينة وكان مصر يقتله ويخلص منه، بس قبل ما يطعنه قام بطلنا وراح مديله بوكس في وشه وقعه على الأرض مغمى عليه. وفي اللحظة دي وصلوا الحراس اللي مش عارفة هما جم متأخرين ليه، وفكوا ايديها فنزلت على طول تجري عليه وفضلت تعيط وتقوله ما تسيبنيش، اوعى تموت وتسيبني لوحدي. بعدها على طول بنشوفها وهي قاعدة جنبه في المستشفى وهو كان فاقد الوعي تماما. في اللحظة دي هي بدأت ترجع فلاش باك، هو تفتكر كل مرة أنقذها فيها وقد ايه هو كان ظهرها وسندها وأمنها ودفاها، وتأكدت ان هو فعلا بيحبها بجد وهي ما ينفعش تسيبه ابدا مهما حصل. ومسكت ايديه وحطتها على خدها وبدون ما تحس نامت على الوضع ده لحد ما صحي تاني يوم الصبح على ايديه وهي بتتحرك. واول ما فاق سألها انتي بتعملي ايه هنا، ليه ما روحتيش تنامي في بيتكو؟ تصدق انا غلطانه اني جيت قعدت جنبك سهرانه طول الليل لما ظهري اتقطم، ده انت راجل غلس ما عندكش دم. يا ستي انا اسف حقك عليا، بس انا خايف عليكي. انا فاكر ان كان في بينا عقد لمدة شهر وخلاص الشهر خلص، وانا دلوقتي بديكي حريتك وبحررك من سجني للابد، تقدري تعيشي وتسيبيني لوحدي. وفجأة لقاها بتحضنه. مين قالك ان انا مش بحبك؟ انا بحبك وبموت فيك كمان، انا هبعد عنك بس عشان اكمل تعليمي، وبعد ما اخلص دراسة برا اوعدك اني هرجع وهكبس على انفاسك، مش هتعرف تخلص مني ابدا. وبيكون بقى فات على اليوم ده 3 سنين وهو رجع مسك الشركة من تاني. وأول ما دخل المكتب لقاها في وشه زي الملكة المتوجة وبتقوله على فكرة والمفروض يعني ان انا المستشار القانوني الجديد للشركة، ولو حضرتك معترض انا ممكن اقدم استقالتي عادي جدا. راح ماسكها من ايديها وكأنه ما صدق لقاها. هو مين قالك انك لو قدمتي استقالتك انا هقبلها اصلا؟ تعاليلي هنا، ده انا ما صدقت لقيتك، والشركة كلها تحت امرك، بس مش كمستشار قانوني وانما مرات مدير الرئيس التنفيذي صاحب الشركة. وراح مطلع خاتم الجواز من جيبه ولبسه لها. ايه ده؟ انت جبته امتى؟ ده على مقاسي بالظبط. الخاتم ده انا اشتريته من اول يوم شفتك فيه وحبيتك، لان يومها قررت ان انتي وبس اللي هتبقي مراتي. وبيخلص مسلسلنا الجميل على بوسة رومانسية عاطفية مفيش بعد كده. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، بس مش عايزاكم تنسونا باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.